سهام من الحسيمة. السلام عليكم سهام، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي أمينة، تفضلي. أواشركم مباركة علينا وعليك، شكرا. عافاك الله يجازيك بالخير. عندي واحد جوج أسئلة إذا كان ممكن. نعم. عندي واحد خالتي كانت المهم في سن المراهقة ديالها وداك الشيء، كان عندها واحد المهم كان عندها علاقة شرعية مع شي واحد، وهاد العلاقة نتج عليها الحمل. نعم. ودارت الإجهاض في الشهر الأول، يعني الحمل كان في عمره المهم تبقى كامل الشهر. نعم. وبغات تعرف، المهم هي ندمات على هذا الشيء، ومهم تابت وبغات تعرف كيفاش غادي تكفر على هذا الذنب ديالها. سهام سألت على الكفارة ديال الإجهاض، ثم هذه الكفارة أو الإثم ديال الإجهاض واش يختلف باختلاف الوقيته امتى دار الإجهاض، الشهر الأول أو الثاني أو الثالث؟ هو لما تسقط النطفة في الرحم وتتلقح وتصبح من علقة إلى مضغة إلى هنا، جمهور الفقهاء على أنه لا ينبغي لأحد أن يمس هذه العلقة أو هذه المضغة، طف مخلقة أو غير مخلقة، انتهى الأمر. نعم. يعني هنا كذلك واحد مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الإنسان يعني عنده العمد، تعمد إسقاط، هنا فين كتكون الكفارة. أما لو كان الإنسان عنده ظروف كما هو الإنسان لما تكون المرأة عندها مشاكل صحية وحكمت الطبيبة المعالجة لها بأن يجب إسقاط هذا الحمل وبوثيقة وإلى آخره، ليس فيها كفارة. إنما العمد، هذا الوليد هذا ما بغيتوش، واحد كيقول بغيتو، الأخرى تقول ما بغيتوش فأسقطت، هنا عليها الكفارة، كفارة القتل العمد، لأن عمد هذا، فالكفارة فيه هو تحرير رقبة، ما كايناش، ثم دية، ثم صيام شهرين متتابعين.